اليوم غنصايبو الشباكية بعجينة وحدة. غنديرو 3 ديال الاشكال وكتجي هشيشة ومعلكة. خليكم تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق، مسكة حرة مدقوقة، شوية د مليحة، 2 معالق زنجلان وحبة حلاوة ونافع مدقوقين، 4 معالق ديال اللوز دقيق، بودرة اللوز. وهنا عندي كاس صغير ديال ماء الزهر، درت فيه زعفران شعراء وخليته كيدوب. غادي ندير واحد الحفرة في وسط الخليط ديالي. غنزيد واحد شوية ديال الخميرة كيماوية، وغادي نزيد زبدة مذوبة ونص زيت ونص زبدة، يعني 2 معالق 2 معالق. غنضيف كذلك واحد معلقة كبيرة ديال القرفة، كنت نسيتها من قبل. من بعد ما رملت هذاك الدقيق مع الزبدة، غادي نزيد ماء الزهر اللي ذوبت فيه زعفران شعراء، وغنزيد واحد المعلقة ديال الخل، وغادي نبدا نجمع العجينة. هنا زدت واحد شويه ديال ماء الزهر باش تجمع ليا العجينه، يعني تقريبا واحد كاس صغير. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه، خصها تكون قاصحه شي شويش وما نعجنوهاش، غير نجمعوها. دابا كندوز نقطع العجينه. غندير 8 الكويرات. كيف ما كتشوفوا كنقطع وكنحاول نجمع الكرات ديال الشباكيه، ما ندلكهاش، غير نكورهم ونخشيهم في واحد الميكا يرتاحوا. دابا غادي نسرح الكرات اللي عندي. كيف ما كتشوفوا غنحاول نطويهم، نديرهم بحال شكل الرغايف. هاد الطريقه كتخلي العجينه ديال الشباكيه كتجي مورقه وكتجي مجعبه من داخل. يعني ضروري نديروا هاد المرحله لجميع الكميه. ومن بعد مرور 10 دقائق نبداو باول وحده درناها. كنبدا نطلق العجينه ديالي، نسرحها على سطح العمل، وغادي نبدا نقطع الجوانب اطراف ديال العجينه بواحد الشرار. غادي نقطع العجينه دابا 3 ديال الشرائط، ومن بعد نقسمها على 2، وغادي نبدا نشكل خطوط في الوسط. غندير 4 ديال الخطوط. هذا بالنسبه للشكل الاول. دونك كناخذ خيط شريط وكنطلق شريط، ومن بعد كناخذ الاطراف ديال العجين وكنقلب العجينه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما حطيت العجينه على سطح العمل، كنحاول نقاد الاشرطه وكنزير على الاطراف باش ما تفتحش ليا الشباكيه كيف ما كتشوفوا. دابا غنصايب معكم واحده اخرى، يعني كناخذ شريط وكنطلق شريط، وكناخذ الاطراف اللي في الاسفل كنضغط عليهم وكنحط شباكيه فوق سطح العمل، وكنقاد الاشرطه مزيان من بعد ما قلبتها، وكنقطع زوائد
هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه. هذا هو الشكل الثاني. دابا غادي نصايب معكم الشكل الثالث. هنا كندير 5 د الاشرطه عوض 4، وكنبدا نحط جوج، وكنحط جوج على جوج، جوج د الاشرطه مخالفين كيف ما كتشوفوا. وكناخذ كذلك الاطراف كنضغط عليهم مزيان وكندوزهم من الوسط، يعني من الاسفل الاعلى كندوزهم، وكنحط شبكيه على سطح العمل وكنقاد الاشرطه كيف ما كتشوفوا. كنعاود نزير على الاطراف اللي ضغطت عليهم قبايل، كنقاد مزيان الا بان ليا شي شريط ما بقاتش، كنزير مزيان على الاطراف باش ما تحلش، وكنزول الزوائد. هذا هو الشكل الثاني. بالنسبه لي انه سهل على الشكل الاول. وهذا غادي ندوزو دابا الشكل الثالث اللي هو سهل بزاف، نعتبر انا اسهل من الاول والثاني. كناخذ العجينه كنطلقها تقريبا واحد 40 سنتيمتر في الطول، وكنقطع اشرطه، ومن بعد كناخذ واحد الكاس وكنبقى ندور عليه هذاك الاشرطه. كندير 3 ديال الدورات كما كتشوفوا. دابا كنزول العجينه من الكاس، كنحصل على واحد الدمليج كيف ما كتشوفوا. من بعد كناخذ الاطراف الداخليه، يعني شريط من هاد الجهه وشريط من هاد الجهه، وكنضغط عليهم بحال بابيون الوسط، وكنعاود ندور شباكيه الجهه الاخرى يعني الجهه المعاكسه، وكنضغط على الاطراف، وكنزول الزوائد بطبيعه الحال باش نقاد الشباكيه. وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. صراحه انا هذا العام فضلت هذا الشكل على الاشكال الاخرى، لان الاشكال الاخرى ديجا جربتهم من قبل. دابا ساليت كاع هاد الشباك، غادي ندوز نقليه فواحد الكاسرونه. كندير الزيت وكنديرو يسخن، ومن بعد كننزل الشباكيه، وكنبقى ملي كنشوفها شدات فراسها كنبقى نقلبها بقطيب ديال الشوا باش ما تحرقش ليا. هذه الدفعه الاولى طابت، غادي نزولها ونديرها في العسل مباشره في العسل، نقطرها من الزيت نديرها في العسل. ومن بعد غادي ناخذ العسل ونحاول نخويه فوق الشباكيه من الفوق، ما نبركش عليها لانها الشباكيه كتجي فريمون هشيشه، يعني ما نضغطوش عليها. نبقاو نهزو العسل من الاسفل ونخويوه على الشباكيه اللي كنزلوها. كنستمر حتى كنكمل كل شيء، وهذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وبقى الا نقول لكم سلامه، نتلاقاو فيديو جديد.